يا صبر أيوب. سيدنا أيوب عليه السلام من ذرية إسحاق ابن سيدنا إبراهيم عليهما السلام. كان غني جدا وكان من المالكين للمواشي والخيول والإبل والأراضي الخصبة، وعنده كمان خدم كتير وحواليه أقارب وأصحاب كتير، وعنده الأولاد والبنات. وعلى الرغم من كل ده ما كانش متكبر، كان دائم الشكر والحمد لله والاستغفار. كان الناس كلها بتحبه لأنه كريم وبيساعد أي حد. وصل لمرحلة عالية جدا عند ربنا، ووصفه ربنا في القرآن الكريم بالعبد الأواب. ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى ابتلاء عظيم جدا، ابتلاه بمرض شديد في جسمه، والمرض ده أثر على جلده، وابتلاه كمان بضياع المال والأولاد. فكان أولاده بيموتوا واحد ورا التاني لغاية ما مات أولاده كلهم. ما بقاش معاه إلا زوجته فقط اللي صبرت معاه على الابتلاء ده، لدرجة إنها كانت بتخدم الناس علشان تقدر تجيب فلوس وتصرف. لما ظهر على سيدنا أيوب المرض والصديد في وشه وفي جسمه وعلى جلده، الناس خافت إنها تتعدي منه، فطلبوا من سيدنا أيوب إنه يخرج من البلد بتاعتهم. وخرج فعلا من البلد بتاعتهم وقعد في خيمة هو وزوجته فترة طويلة جدا، لدرجة إن زوجته في يوم من الأيام قالت له: إحنا هنفضل لغاية إمتى على الحال ده؟ أنا وإنت بس لوحدنا وقاعدين في المكان ده وإنت مريض. ادعي ربنا إنه يزيل عنك المرض ده ويشفيك. قال لها: فاكرة النعيم اللي إحنا كنا فيه؟ قعدنا كام سنة فيه؟ قالت له: قعدنا في النعيم ده 70 سنة. قال لها: وبقالنا قد إيه في البلاء؟ قالت له: 7 سنين بس. قال لها: يبقى اصبري نكمل 70 سنة الأول في البلاء زي ما عشنا 70 سنة في النعيم، وبعد كده قولي إمتى هيجي الفرج. سبحان الله على صبر سيدنا أيوب على البلاء. سيدنا أيوب من شدة إيمانه كان بيستحي إنه يسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يشفيه ويزيل البلاء عنه. وفي فترة من الفترات الناس خافت إن المرض ده يكون انتقل لزوجته، فرفضوا إنهم يشغلوها، ووصل بيها الحال إنها ما بقتش عارفة تجيب الأكل والشرب منين، ومش عارفة تجيب فلوس إزاي. فقصت ضفايرها وبعتها للبنات الأغنياء مقابل الأكل. واستمر سيدنا أيوب على الحال ده. ويقال إن سيدنا أيوب دعا الدعاء اللي كلنا عارفينه: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بسبب إن 2 من أقرب أصحابه كانوا عنده في يوم من الأيام. فواحد بيقول للتاني: أكيد البلاء اللي ربنا أنزله على سيدنا أيوب ده بسبب ذنب كبير هو عمله محدش عمله قبله. فزعل سيدنا أيوب جدا لما سمع الكلام ده، ودعا ربنا إنه يشفيه: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فربنا قال له: اضرب الأرض برجلك فخرج الماء منها، ده دواءك، اغتسل بيه، هيروح كل الآثار اللي على جلدك. ومش بس كده، اشرب كمان منه علشان ينهي بقى الأسباب اللي عملت كده أصلا في جلدك. يعني كان دواء يشفي الجسم وكمان يشيل كل الآثار اللي على الجلد اللي عملها المرض ده. وصفة طبية ربانية. فاغتسل سيدنا أيوب وشرب فعلا من المية، وفورا ذهب المرض. فشافته زوجته فسألته: ما شفتش النبي المبتلى؟ انت شبهه جدا، بس لما كان سليم قبل ما يتعب كانت بتدور عليه. فقال لها: أنا هو أيوب. القصة دي بقى تعلمنا إن أهم حاجتين عند الابتلاء هما الصبر والدعاء. الدعاء بغير الأقدار. سيدنا أيوب لما دعا ربنا سبحانه وتعالى اداله أكتر من اللي تمناه، شفاه من مرضه ورجع له أهله. ناس كتير فجأة بتحصل لهم مصيبة، موت ابن أو ضياع صحة أو ضياع مال، ملناش ملجأ إلا الله الوحيد اللي قادر يعوضك خير مما أخذ منك. كل حاجة في الدنيا ممكن تتعوض إلا علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. لو ضاعت منك ضاع معاها كل حاجة.